قبل ما استلم الشهاده في ايدي انا كنت فاتح المكان ده، بس بعد 5 سنين مين فينا اللي هيكمل؟ خليك يا عم ناجح الا ربع. ان انا عملت حادثه وانا في سنه ثالثه، كانت طبعا نقطه في حياتي. يعني الناس بتقول لك طب خلاص على المهل انا نمسك الشهاده، ايه مالك مستعجل ليه؟ انت لسه مخلص كليه. فالكلمه دي بتشد وتنط 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 لحد ما تلاقي نفسك قاعد والفلوس بتبقى راحت منك. انت مدرك ال5 6 سنين دول اهلك ممكن يحصل معاهم ايه؟ فاكر نفسك انت هتطلع هتقابل كل الناس مساء الخير انا جايب 101% في ثانوي، مساء الخير. لا لا لا، ما ينفعش تبقى شاطر دراسيا على حته انت ما بتعرفش تتعامل مع حد. سعيك على ربنا ومجهودك، ربنا يحط رجله معاك. لو ما بيحصل معاك دروب هو بيأهلك لحاجه تاني. هي الدنيا بتبقى كده. بما اننا في امتحان ثانويه عامه وفي ناس كتير بتمتحن حاليا، تعالى نبتدي من الاول خالص. ليش؟ فادي ايام ثانوي، اول حاجه انت دخلت كليه علوم. تمام. انت كنت عايز تخش كليه علوم؟ لا طبعا. كنت عايز تخش ايه؟ انا كنت قايل لك ولا ايه؟ لا لا بص اقول لك على حاجه. من دايما هو البني ادم بيبقى محتاج الافضل في اي وقت، في ثانوي في اعدادي في جامعه في ايا كان. فطبيعي واحنا في الاول انت ما بتبقاش عارف يعني الخير بتاعك فين، بس يعني بتبقى حاطط عينك على حاجه وبعد كده ربنا بيختار لك بقى. كنت حاطط عيني الاول على ان انا اجيب مجموع كويس مبدئيا، وان انا مثلا ادخل بشري او ادخل حاجه عسكريه يعني. اوكي. بس ليه علاقه ببشري او ليه علاقه بطب عامه ايا كان، صيدله بشري الكلام ده. احنا اتكلمنا قبل كده، قلت لي انك كنت شغال في ثانوي. من وانا في ثانوي اصلا احنا عندنا مخازن مستلزمات طبيه والكلام ده، كنت شغال في ثانوي. ما كانتش حاجه بتعيق الدراسه ابدا يعني. في اولى وثانيه كده كده انت مش بيبقى عليك حمل، لان انا كنت النظام اللي هو بتاع ثالثه ثانوي بس. في اولى وثانيه كانت الدنيا تمام، وفي ثالثه يعني كنت محمل اكتر على الدراسه اكتر من الشغل. بس يعني اوكي لو في طلبيات او حاجه هسلمها او الكلام ده قشطه، بسلم الطلبات وسلم الشغل واروح يعني احصل حاجه من الصيدليات والكلام ده كله. الجامعه اوكي. واحده سنينك في الجامعه كانت ماشيه ازاي؟ يعني بالنسبه للكليه كده كده هي صعبه في العموم، وانت بتبقى طالع من ثانوي فاكر ان دي افشخ حاجه في الدنيا ودي حاجه صعبه والكلام ده كله. بس بعد كده لما بتخش على الجامعه بتعرف ان ليكتشر واحده بس ان الجامعه مثلا بكتاب احياء كامل في بتاع ثانوي ده بكميه دروس رهيبه. بس وبتتنقل من مرحله لمرحله، ومن ان انت بيدادوا فيك وانزل درس وانزل ذاكر واقعد ذاكر ومش عارف ايه، اللي فجاه انت متساب سداح مداح وعندك كل يوم عندك امتحان. في علوم كنا بنمتحن كل يوم. صباح الخير عندنا امتحان، ما تبصلوش لحسن يقول لك عندي امتحان. يعني ماشيين على المبدا ده حقيقي. كنت قاعد مثلا لسه ما خدناش صباح الفل، حتى ما خدناش نص ليكتشر يقول لك عندك امتحان الاسبوع الجاي. اوكي. هو كده. فمن انت ماشي كده من غير اصلا سورسز كتير ومن غير اي حاجه وكتب كبيره فشخ قد كده وبتاع، وبتمتحن غصب عنك. انا مقتنع برضو الفكره دي، فكره ان احنا في ثانوي متعود لحد مثلا ثانوي حتى 18 سنه من حياتنا احنا متعودين ان احنا في مواعيد، في دروس بميعادها، في حد بيتابع معاك تمتحن امتى وبتذاكر ايه وبتذاكرش. هناك في الجامعه منك لنفسك، نجحت والله نجحت، ما نجحتش انت قاعد معانا شويه حلوين في الجامعه. فاهم؟ فهو والدكاتره هناك اللي هو انا بديك سورس كده كتاب 970 صفحه 975 صفحه، فاهم؟ اتعامل بقى ذاكر. انا ممكن اجي لك 4 صفحات، اجي لك بس اخر السنه واقول لك انت عملت ايه السنه كلها، لكن على مدارها انا ماليش دعوه بيك. انا باجي اديك اللي انت عايز تحضر لي اصلا احضر لي، مش عايز تحضر لي ما تحضرليش. بالظبط. هو في النص كل شويه يقعد يروح خبطك ميد بري ميد اصلا قبل الميد، كويزات في النص ميد افتر ميد. بتمتحن مثلا 12 13 26 امتحان لحد ما توصل للفاينل. فانت ماشي اصلا امتحانات وعمال تخسر درجات. في ثانوي طبعا كنت بتحسب بالدرجه. انا غلطت في امتحان الفيزياء درجه ونص، كان طبعا انت بتجيب 2 من 20 في الكويز تطلع ضن صور. انا قفلت الامتحان يا شباب. بس هي بتبقى داخل طبعا زي ما بقول لك. هي الكليه كانت صعبه بس انا كنت حابب الموضوع يعني. بعد كده مؤخرا بقت الدنيا تمام معايا. بعد اول سمستر بس الدنيا مشيت معايا بقى وخلاص، اللي هو اتعودت على الوضع. اتعودت على الوضع جدا وبقيت حبه، مش بقيت اللي هو بتاقلم لحد ما اتخرج. بقيت تمام يعني مش متضايق. جت في ثالثه الدنيا كانت ماشيه تمام جدا لحد ما ايه حصل دروب، ان انا عملت حادثه وانا في سنه ثالثه. كان عندي الامتحانات بعد شهر وكنت مسافر القاهره. كنت مسافر القاهره يعني وكده، وبنجيب بشتري حاجات وكده وبنتفسح بس. فكنت على الطريق يعني في عربيه خدتني ودتني مشوار مهم جدا. فبس هي رجعتني بعد 6 شهور. يا دوب كان مشوار يا دوب يعني 6 شهور ورجعت. كنت انا 2 صحابي تاني اصلا. واحد منا الحمد لله طلع سليم كويس، خدمات كده بسيطه،
واحد نشكر ربنا ان هو طلع سليم. الحادثه دي من الحاجات اللي يعني ايه كانت طبعا نقطه في حياتي، يعني لان هو انا يعني الحمد لله نشكر ربنا انا بقيت بعدها تمام جدا وزي الفل وكل حاجه، بس طبعا ممنوع من الحركه. والحوار ده اصلا خد له حوالي 15 يوم عقبال ما اتحرك من المستشفى او بتاع، فالامتحانات خلاص كانت هتبدا او بدات وانا ممنوع من الحركه نهائي. فكان عندي عقبه هنا ان انا كنت عايز اكمل الكليه باي طريقه ممكنه. طب طبعا كل الكلام ده والدي والدتي اخواتي الدكاتره بتوع الكليه كلهم كلموني، كانوا يعني علاقتي بيهم كويسه. الحمد لله على السلامه، والحادثه كانت صعبه وكويس انك قمت وما تقلقش وما تقولش هم، والترم ده هنعوضه لك وبتاع، وانت كده كده كريدت اور، يعني انت ممكن تاخر ترم بس مش سنه هنأجله لك. احنا عشان كريدت اور فالمواد معتمده على بعض، يعني لو ما خدتش كيمستري مثلا 3 ما اعرفش اخد 4 في السنه الجايه، مش عارف اخد 4 فتعطلت. كل ده كان هنا وانا كنت بفكر هنا في حاجه ثانيه. كنت ضروري ان انا ما اعرفش، ما كنت محتاج ان انا كنت بص ان انا لسه في جيش وفي مش عايز تاخر، فهقعد شويه حلوين وانا زهقت. وانا اصلا مش من محبين القعده قوي يعني. جبت لهم كل التقارير الطبيه ومش عارف ايه، قلت لهم انا هعمل، كانت اول حاجه تتعمل اول مره تتعمل ان انا اعمل ترم غير مكتمل. لما صممت قال لي طب هيبقى كده، بس شروط الغير مكتمل ان الماده دي منين ما تتفتح هتاخدها، هتتفتح في ترم وانت معاك فيه 60 ماده هتاخدها، هتتفتح وانت عندك امتحان امبارح وهو النهارده هتاخدها. وكل ده حصل فعلا. انا قلت طبعا وشوحت جامد كده واخدها، فاهم تمام. رحت قلت له تمام وبتاع، ومضيت اقرار على الكلام ده، ونزلوا كلهم مع الترم الجديد كلهم مره واحده. كان كام ماده؟ كانوا 8 و6 14 ماده. فاللي هو زي ما بيقولوا اشرب مش شوحت لي. انا فخت بقى جامد، اللي هو علوم بايخه جدا يعني، ممكن ماده واحده تقعدك ب 16 سنه. قلت بص انا كده كده مش خسران حاجه. ودي الغريب المريب العجيب ان انا نجحت في ال 14 ماده وجبت تقدير. خلصت والدنيا كانت تمام بالنسبه لي. احنا كل فتره احنا فيها بنقعد نزن فيها ونقول مثلا ثانويه عامه صعبه فشخ مش عارف ايه. يعني ثانويه عامه دي كانت اذاكر كتاب الكيمياء ده في يومين 3. لما تمسك مثلا ماده من بتوع الكيمياء بقى مش فاهم، يعني يقول لك العضويه اللي في ثانويه عامه احنا مثلا عندها مثلا ماده اسمها عضويه كتابها مثلا 600 صفحه، والعضويه بتبقى مثلا ايه 3 صفح في صفحه وعلى حوار. فهي نفس الفكره. بعد كده لما تخلص وتخش في سوق العمل، سوق بالهمزه مش بالقاف، بتلاقي بقى الموضوع قلب معاك بدراما وحشه. يعني اللي هو فين ايام الجامعه وفين ايام الخروج. دخلت من اولى خلاص انا عرفت مجالي بقى ايه او دنيتي ايه، فخليني عملي اكتر وعلى ارض الواقع وسيبك من الدراسه بس. ودي بقى حاجه المفروض كل واحد يركز فيها. يعني انا مثلا دخلت كمبيوتر ساينس، فخليني عملي بقى جدا وابتدي اعمل حاجه تخص الكمبيوتر ساينس، اشتغل في حاجه، اخد كورسات معينه، اعمل حاجه تطور مهاراتي اكتر ما هي دراسيه. فده اللي انا عملته بقى، اللي انا بنسبه كبيره عايز كليه علوم ان انا هاخد دبلومات بعد كده ودراسات عليا وماجستير واشتغل اخصائي تحاليل طبيه او حاجه من فروعها يعني. فبالنسبه لي بدات من سنه اولى اتدرب، وبعد ما اتدرب وقت اشتغل، بعد كده اشتغلت تحت اشراف دكتور، وبعد كده بدات امسك معمل يعني مع حد على طول. بعد كده بدات امسك معمل كامل لوحدي. ده في فتره قليله جدا يعني، بعد سنه اولى بعد كده في ثانيه. فانا كنت بستغل الاجازه اللي بين ده وده كبيره ان انا اشتغل جامد، مش عشان ماديا او حاجه قد ما عشان انا محتاج ابقى اكسبيرينس في حاجه معينه. ده خلاني اخد خبره جامده 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 جدا. يعني انت بتمارس المهنه اللي انت تشتغلها 4 سنين كاملين قبل ما تخش سوق العمل اساسا. يعني قبل ما تخش ان انت، يعني احنا عندنا في مصر لما تخلص كليه وتخلص جيش خش خد خبره واشتغل، وبعد ما تشتغل تاخد خبره اكتر فتبتدي تشتغل في مكان كويس. انا حاولت اعمل كل ده في سنين الكليه، اللي هو انا اللي هو 4 سنين كامله انا باخد خبره رهيبه لدرجه ان انا بقيت ماسك يعني مشارك في معمل اصلا وانا في الكليه. عايز اقول لك قبل ما اقدم على الجيش انت متخيل بقى اللي هي اللحمه اللي هي انا ما حسيتش بقى بفراغ الكليه من اللي هو ادور على شغل. كنت كاتب عقد المعمل ده اللي احنا فيه دلوقتي، ده اول واحد انا فتحته. ده اما تروح الجيش قبل اي حاجه، قبل ما استلم شهاده في ايدي، النتيجه ما كنتش طلعت اصلا. فانا ما حسيتش بالفراغ اللي بين الكليه والبتاع. دخلت من الكليه على سوق العمل على طول، في وشك على طول واديله. انا حتى مقتنع بفكره انك مش لازم تستنى حاجه عشان تبتدي اي حاجه انت عايز تعملها، فانك من اول سنه ابتديت اصلا تنزل تدريب
لان خلاص انت عرفت انت مصيرك راح فين، فانت ليه اجل حاجه زي كده. بالظبط. حتى في الاوائل لما كنت لسه بتعلم كان الراتب والحاجات دي مش اللي هي، بس انا ما كنتش مستني راتب، مش فارقه معاك بتعلم. بعد كده كل الامكانيات اللي معاك لازم تستغلها، يعني اللي استغلالها ده هو اللي خلاني قبل ما امسك الشهاده اكون فاتح مشروعي او شغلي. الناس بتقول لك طب خلاص على المهل لما نمسك الشهاده واروح مش عارف ايه وعايز الجيش، انا مستعجل ليه؟ انت لسه مخلص كليه. فالكلمه دي بتشد وتمط لحد ما تلاقي نفسك قعدت لغايه ما زهقت والفرص بتبقى راحت منك. فانت لازم اي فرصه تجيلك على طول. بعدها بشهر كنت مقدم في الدراسات العليا، ما لازم اخد دراسات عليا اللي هي الدبلومه عشان انقل بعد كده قدام الرخصه باسمي. بس كان عندي بقى عقبه ثالثه، اللي انا كنت شغال وبدرس وعندي جيش، يعني انا بعمل كل الكلام ده مش عارف اعمل ايه في الجيش دلوقتي. بس هو يعني حزن حظ الحادثه جت في نفعه، لان لما قدمت على الجيش النفعه الوحيده خدتها من الحادثه. كان عندي مشكله ان انا مش عارف اتابع الشغل مع حامل ايه شغلي، اللي انا لسه ما ينفعش اول فتره تسيبه ابدا. ابدا. والدراسات العليا انا مقدم عليها دي برضو هينزلوني على الامتحان، بس طب اذاكر امتى؟ لما قدمت على الجيش ربنا وقف معايا لغايه ما خدت اعفاء. هنا بقى الدنيا اختلفت بقى، خلاص بقى خد بقى شغلك. فجيت في 22 وانا عندي 22 سنه دي، يعني 22 سنه خلصت الكليه فتحت المعمل وبدات الدراسات العليا. 23 سنه خلصت الدبلومه. عايزك تتخيل السيناريو لو انت كنت بتفكر فكره ان هو طب استنى اخلص يبقى كده كان زماني لسه افتح معمل. مش كده بس زمانك اصلا او كان زماني خام طلع خام من الكليه. كان زماني خام من الكليه، ما دخلتش جيش يا عم برضه نفس اوكي. ما انا بقول لك في بتعتمد ان هو لسه عندي سنه جيش سنتين جيش، فلما اطلع اشوف اصلا سوق العمل بيتكلم في ايه. لا انت كان زماني بدور على شركه او حاجه اشتغل، او يعني تاخد اكسبيرينس اصلا في الاول، ولسه عقبال ما تاخد مثلا سنتين ثلاثه وبعد كده لسه تعمل معمل وبعد كده لسه. لا وعايز اقول لك على حاجه، ده كان هيبقى حمل لان انا برضو اتخرجت، فمحتاج يبقى في انكم في دخل. فانا ما كنتش هستحمل لسبب ان انا عشان اوصل للليفل ده ان انا يبقى عندي معمل على الاقل محتاج 4-5 سنين اللي هم بتوع الكليه. طب انا شاب هبقى متخرج على 22-23 سنه هقعد لحد 28 بتعلم؟ صح اكيد لا. كنت هضطر ان انا استسهل والاقي اي شغلانه في وشي حتى لو براتب قليل عشان خاطر مش هستحمل. فكره الاستسهال عامه كلنا بنعملها بس متعود عليها. بالظبط. انا كنت هتعود على شغلانتي لان انا عمري ما هبقى راجع من الشغل قرفان وبتاع اروح ماسك كتاب واقعد اقرا وانزل اكلم حد اقول له تعالى انزل عندك مع قصه. ما كنتش عارف اعمل اللي كنت بعمله، انما في الكليه غصب عنك انت ما بتعملش حاجه، انت بتذاكر فانت بتسلي نفسك بشغلك اساسا. فهو لا يعني الاستسهال فعلا بيجيب استسهال، هي بتبقى ماشيه كده. فدي ميزه رهيبه ان انت تستغل نفسك وتطور من اول خالص. يعني لما دخلت في سن صغير ما كنتش قلقان رغم ان انا داخل جنب ناس بقى لها سنين، لان انا عندي اوريدي اكسبيرينس قويه جدا علميا وعندي اكسبيرينس قويه جدا في الشغل. ايه اللي بيميز دكتور فادي بقى غير ان شغله يبقى تمام وان شغله يبقى كويس؟ حبيت ان انا اعمل حاجه ما تكونش منتشره او مش موجوده يعني. فده خلاني شجعني ان انا كله برضو بيستسهل هو خلاص يعني انت خدت الدبلومه وفي سن صغير وخدت الدراسات العليا وحرفيا دي كانت بتتقال لي نصا. يعني انا لما خدت الدبلومه وخلصتها كانت بتتقال لي اللي هو ايه يا ابني اهدى على نفسك انت كان زمانك ما خلصتش جيش اصلا. الجمله كانت بتتقال لي كتير ليه؟ لان انا حرفيا كان زماني ما خلصتش جيش. لو انا دخلت 22 جيشي كان هيبقى 3 سنين انا ظابط اخش ظابط لما يجي وقتها، فما خدتش الثلاثه خدت سنه. كان زمانك السنه دي 23 بتتخرج من الجيش لسه هتتدرب وتفتح شغل او لسه يا عم انت متدرب هتفتح شغل ولسه هتاخد دبلومه. انا كنت بخلص اللي هو عايز اسعى واعمل بتاع. رحت اخدت دراسات عليا ثاني دبلومه في القاهره في مجال مش منتشر قوي اللي هو الحقن المجاري والتلقيح الصناعي. انا بقيت مميز في دي خالص وسط دكاتره النساء وسط معظم الدكاتره. ده برضو ستيب خدتها وانا عندي 24 سنه بس. احنا بنتكلم ان كل دوت وانت عندك 24 سنه كان لسه متخرج. اللي انت حرفيا لسه متخرج فاهمني. انت 24 كنت مخلص دبلومتين، واحده تبع مجالك واحده مش تبع مجالك انت بتميز فيها. دول اللي خلصتهم رسمي. يعني انا اوريدي في الفتره دي بقى من 25-26 بدرس الماجستير الامريكان البورد الامريكي، لان انا كنت عامل حساب ان انا افتح معمل تاني بقى رسمي كبير زي ده واخصص فيه حاجه للتلقيح الصناعي والكلام ده. فخلصت وبعد كده وديت كل جهدي بقى للمكان ده. ده كان معمل تاني. انا عندي معملين دلوقتي نفس الريتم، معملين كبار وغرفه سحب في مكان تاني. فانت كده بتتكلم ان هو في 3 سنين بعد الجامعه كده ولا 4 سنين بعد الجامعه؟ 3 رابعه يعني بعد الجامعه 4 سنين بعد الجامعه. ابتديت معملين كبار حاليا دبلومتين. انا عملت كل الكلام ده مش بخرج كل يوم ايام بس لما اكون مجهد وتعبان ومؤخر ومش عارف بروح انا راحه نفسيه لنفسي. دايما بختار راحه نفسيه لنفسي يعني.
تمام بخرج. هي قعده الصحاب بتاعت بالليل دي قعده الراحه النفسيه اساسا، فينفع تعمل كل الكلام ده عادي مع بعض. ولان انت برضو في حته، انت لو جريت في شغلك خالص وقعدت في المعمل الفلاني وما بشوفش حد، رغم انت عندك وقت تشوف ناس، فاهم، وما كلمش حد ومش بعمل وبتاع، انت تلاقي نفسك اكتئبت وزهقت واتخنقت وقرفان وجايب اخرك. وخصوصا يا لهوي لو حصل معاك دروب في الشغل اللي انت اصلا حاطط فيه كل حياتك ده، تمام، هتيجي بعد كده هتكتئب اكتئاب رهيب، يعني ده كل حياتك وانت مش مدي فرصه لاي حاجه تانية وحاصل دروب. انما لو انت عامل يعني ايه لايف بالانس كده، اللي هو بتخرج وبتعمل، هيحصل معاك دروب هتلاقي صحابك يشاركوك، حتى لو يتنمروا عليك مش هيشاركوك. هتلاقي حد في البيت بيشاركك بيساعدك، هتلاقي ان انت تعال نسافر بس تشوف الدنيا ماشيه ازاي، عم تضرب تقلب تسيب على الله، تسيب على الله كده كده في الطبيعي يعني، بس بتشتغل يعني، مش اللي هو سايبها سداح مداح. انا شايف ان الحياه او هدفنا في الحياه مش سبرنت، مش اللي هو مش اللي يجري اسرع ويوصل اسرع، مش 100 متر. هو مش هيوصل اسرع، هو هيتعب قبليك، مش كده، هو هيقطع مسافه بدري عنك بس هيتعب يعني فعليا. ده في الحقيقه في الحياه يعني. انت دلوقتي لما تنزل كل دنيتك في حاجه معينه، في مشروع بقى، في سيبك من المعمل خاص، في مشروع، في شغلك، بتدرس حاجه، قاعد في حياتك كلها بتتعلم وبتدرس في حاجه على النت مثلا، بتشتغل فريلانسنج، بتشتغل حاجه معينه، تمام. بعدين 2-3 سنين انت قطعت شوط فاجر. الناس دي ما بتعرفش تتعلم من الحاجه الفلانيه في الفوتوشوب ده على مدار 5-6 سنين، خدته في 2-3 سنين. طب وبعدين لو كنت مش بخرج ايام الكليه وبتفسح واعمل، انا مش نينجا، ما كنتش في ترم اخد سنه كامله في ترم، كنت هزهق. انا كنت بمتحن كل يوم. في الدبلومات كده، لو انا جيت في الدبلومه هتزهق كده كده هتزهق، فانت خد حقك، خد البسط وروح واجي وتعالى وبتاع، بس ما تنساش في النص انت بتعمل ايه، يعني دايما مركز انت بتعمل ايه. بس لو انت زي ما بتقول كده فتحت سبرنت جامد، افتح سبرنت في وقت وكمل بقيه الجري في وقت، ما تفتحش سبرنت وتجيب اخرك وطاقتك وتقف السلام عليكم. لا هي مش ماشيه كده، ما تحسبش كده يا صاحبي. لو انت مش قادر ان انت تفتح السبرنت ده في الدراسه الفلانيه معينه بتاع، على مهلك وخليك ماشي على نفس الريتم، بس اتعلم حاجه جديده، خليك ماشي ماراثون، انا جاهز تروح شارخ عشان لما تخلصه ما تموتش انت مكمل. انا شايف كده، شايف ان انت وخصوصا الناس اللي هدفها بعيده قوي، ان انت تخليه ماراثون وتعرف تستمتع حواليك وتبص حواليك وتشوف بالزبط. تستمتع فعلا بالرحله. في ناس قبل بيجي لها توحد واكتئاب من كتر ان انا قاعد عشان اشتغل، قاعد عشان اعمل، قاعد عشان، طب وبعدين استفدت ايه؟ الفرق ما بين تفوق الشخص الاكاديمي اللي هو الكليه والجامعه والكلام دوت، وما بين تفوقه في الحياه العمليه، انا مقتنع انه مختلف خالص. دي بين السماء والارض. فاهمني، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. اللي انت بتقول اوريدي اصلا بيثبت ده، لانه زي ما انت قلت انت كنت ماشي في الجامعه اللي هو انا ماشي تمام والدنيا تمام، لا انا الاول ولا انا الاخير ولا انا الدنيا ماشيه زي الفل ودرجات زي الزفت في اوقات ودرجات في الشيخه في اوقات، مش هي دي. بس لما طلعت ملوش علاقه خالص بالشغل خالص، زيرو على الشمال. اللي انت بتتعلم حاجات علميه بس، يعني اللي اتعلمته علمي من بره وعلمي من الدبلومه والدراسه العليا يا راجل، الكليه صفر على الشمال. فهو انت ممكن تبقى فاجر في ثانوي، فاجر في كليه، تمام، وتطلع بطه بلدي في الحاله العمليه. اول سنه مثلا، يعني اوائل الكليه 4 سنين بس، ما تعرفش تتعامل مع الناس عمليا، ما تعرفش تعمل. ده اللي انا بقوله على فكره في الشغل، انك ما ينفعش تكون رامي وشك حتى في الشغل، رامي وشك في حاجه وداخل بيها وبعد كده مش عارف تتعامل مع الناس، مش عندك اكتئاب بسبب ان الشغل وقع منك، عندك اتعامل وروح لا الحياه بره حاجه ودراسيا حاجه، بس الاثنين مطالب بيهم انت. يعني ما ينفعش اقول ان انا شاطر اجتماعيا عندي ذكاء اجتماعي وكويس وانا كده كده هشتغل مثلا في السيلز او حاجه فتمام مش محتاج الدراسه، فابقى في تجاره واقعد اسقط. لا انت محتاج الاثنين، انت مش هتعرف تشتغل من غير الشهاده برضه، فاهم؟ فانت محتاج ان انت تكون بتذاكر وتنجح، ولو انت اهتماماتك ان انت تبقى الاول على الجامعه وتتعين في الجامعه ده حاجه جامده جدا، بس اقصد ما ينفعش تبقى شاطر دراسيا على حته ان انت ما بتعرفش تتعامل مع حد او مش عارف، يعني فاكر نفسك انت هتطلع هتقابل كل الناس مساء الخير انا جايب 101 في نفسي انا مساء الخير، لا انت تتعامل معامله مختلفه. هكذا العكس، ما ينفعش تبقى فاشل خالص في الكليه وتقول انا كده شاطر في الحاله العمليه، لازم هتوازن بين الاثنين. بس هي دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. بدليل ان احنا شايفين ناس راكبين عربيات وفاشخين الدنيا في الشغل وفي مجال خريجين ثالثه ابتدائي ثالثه ثاني مثلا، والعكس الناس بتبقى دكاتره جامعه والاوائل في الدفعه بتاعه وراكبين فيات 128 ومش بيعملوا حاجه في حياتهم. حاليا ناس كتير قوي في الكليات وبره الكليات بتسعى اكتر لفكره السفر. الموضوع انا بالنسبه لي انا مستفز، لانه انا مقتنع ان انا لو ما عنديش خطه
اللي هو انا هعمل 1 2 هنا وبعد كده اسافر بالظبط. كذا. دي نقطه مهمه ان انت السفر هو عندهم حق يعني لما تخش سوق العمل شويه انك تروح في اقتصاد احسن مش مشكله، دي حاجه حلوه بالزبط. ولكن ما توقعش انك هتنزل من الطياره تلاقيهم واقفين لك بالدولارات بيرموا عليك كده هنا اكتر من هنا بتاع 10 20 مره. هنا في حد بيدعمك، في حد بيطبطب عليك يعني مهما كنت هيبقى ليك، انما هناك انت بتتفرم. بس هي الحياه نظيفه يعني. ادي مثال دلوقتي وانت في مصر على اي حاجه عايز تشتريها، مثال كاميرا، اي حاجه موبايل تمام. فانت اوريدي لو عايز مثلا موبايل كويس فانت هتلاقيه مثلا ب 40,000 جنيه تمام بجد. لو عايز مثلا موبايل سواء ايفون او سامسونج، لو عايز كاميرا تلاقيها ب 100,000 جنيه. واحده بقى لو انت شغال شغل عادي وبتعمل مجهود جبار فانت ال 50,000 جنيه دي هتجيبها في اكتر من شهر. هنا المشكله انت لو شغال في مكان تاني اقتصاده احسن شويه، لو انت بتقبض حتى رقم مش كبير، التلاجة هناك مش هتكون بتعمل 3-4 شهور مستحيل، مش ممكن تكون بتعمل نص شهر شغل، اقل من شهر، كام يوم، اسبوع، 10 ايام. فانت لو حسبت المجهود اللي بتقدمه قصاد الحاجه اللي بتاخدها جبار. فاهم؟ هي دي الفكره، ان انت الناس بتدعم تسافر بره، لا سافر انت بره ممكن يبقى عندك بيت وتفرشه وتعمله في سن صغير. هنا انت عشان يبقى عندك بيت على الاسعار اليومين دول. هي الفرق في العقليه. انا لو مسافر بتاع ان انا هربان من مشاكل هنا بقى تفرق العقليه. انت دلوقتي انا في مصر دي صعبه والشغل فيها صعب مش عارف، فانا هسافر بره، فانا مش عايز اعافر اصلا. لا فطبعا صباح الفل انت هتسافر بره تشتغل سفير، انت هتسافر بره هتفشل وهتيجي. فاهم؟ ترجع من الصفر عادي خالص، لان انت مفيش اي خطه عاملها. يعني انا هنا مفيش شغل المفروض بتتحسب، لان انا لو اشتغلت في شركه هاخد 10,000 جنيه، فانا جاي لي شغل بره هاخد فيه 40,000 جنيه. هنا في بلان تمام. انما انا اروح اترمي واصرف الفلوس اللي معايا والفلوس اللي انا مستلفها وما الاقيش شغل، لا ده فشل. شوف انا قلت لك حاجه، انا برغم ان انا واصل لحاجه انا مبسوط منها هنا في مصر، انا بدرس ماجستير امريكي. ليه؟ عشان ممكن اخد ستيب اعلى واروح بره هيبقى احسن ليا بكتير، بس اروح بره على حاجه انا شايفها بعيني. ففكره السفر جميله حلوه جدا جدا، بس مش السفر بلا هدف. مش صباح الفل انا غربه يعني غربه انا ماشي. البلد بقت متعبه وكل حاجه، ما تشتغل هنا احسن ما تروح هناك تستلف وما تشتغلش وترجع. شو يا اما تروح هناك على شغل. انا واخد 10 مسافر على 30، او مسافر على شغل هيدخل لي حتى استابيليتي اعلى او حياه انظف او انما مش مسافر باخد 10 مسافر على لا عدد. فهو السفر كويس جدا 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 في الحياه العمليه جدا، بس حط بلان وانت قبل ما تسافر. حط خطه لنفسك، انت هتعمل ايه؟ هتسافر امتى؟ هتسافر تعرف تيجي؟ هتسافر وتعمل لجوء مثلا بال5-6 سنين عشان تعرف تنزل بعد 5 سنين. انت مدرك ال5-6 سنين دول اهلك ممكن يحصل معاهم ايه؟ محتاج تنزل ولا لا؟ ايه المشكله اللي هتعاقبهم؟ ايه حاجات كتير. فانت لازم تبقى مركز في كل تفصيله، وفي الاول والاخر صدقني الحته اللي هتحط فيها رجلك ربنا هيحط رجله معاك. فلو في مصر ومدعكه ومفيش شغل ربنا هيحط ايده قبل ايدك وهتشتغل. لو سافرت بره وانت ما تفهمش حاجه وما فهمش هو بس حاطط بلان وسعيك على ربنا ومجهودك، ربنا هيخليك سوبر هناك وهتشتغل. هي الدنيا بتبقى كده. ولو ما بيحصل معاك دروب هو بيأهلك لحاجه تاني. بيحصل معاك دروب وسافرت بره لقيت الشغل فبيأهلك انك يلفك ويوديك بلد تاني او يجيبك مش طريقك ده مش حلو، هيحصل لك حاجه قدام فهيجيبك في مصر اللي مش عاجباك بس هيخليك حاجه قدام كده. في اخر الحلقه ايه الرساله انت عايز توجهها للشباب في سنك او اصغر منك؟ بص، هو لو في اصغر في كليه فيبتدي يركز ان انت بعد ما تخلص الكليه انت عندك حاجه هتعملها، فابدا اعملها من دلوقتي. يعني ابدا في الحاجه اللي انت بتعملها، ابدا بلاش بكره 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 بكره. انا في كام حاجه عندي لما قعدت اقول بكره بكره ما بقتش اعملهم. والايام هتسحلك يعني. فانت ابدا اشتغل. لو انت مثلا في مجال معين فانت عارف مجالك من الاول، لا دوس من وانت ما تقولش انا طالب يا مش لما اخلص كليتي، لا دوس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.